السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيي في فيلم الحريفة الجزء الثاني للممثل الشاب نور خالد النبوي. فيلم يا جماعة، يعني الجزء التاني بقى ان هو شاب جميل وسافر البرتغال عشان عنده رحلة الاحتراف اللي هي بتراود اي شاب. فقدم هناك في الاختبارات بتاعة النادي وربنا يوفقك وبتاع، وجرب اول اختبار ونجح فيه، والتاني اختبار في البرتغال. بعدها جاي يعمل اختبارات معينة طبية، قالوا له ان انت عندك مشكلة في القلب ولازم تعمل عملية. ففجأة بدون اي مقدمات راح نور خالد النبوي سافر على طول لمصر، ورجع لاصحابه الحريفة ولعب معاهم ودخلوا بطولة جامعات ومسابقة ووصلوا النهائي وبتاع. وقلبه بقى بيوجعه وبتاع. ولازم الماتش ده على لو على موتي لازم اكسبه. انت ككاتب اياد صالح ما حطيتليش مشهدين ثلاثه في النص تفكرني من اول الفيلم لحد اخر الفيلم ان الراجل ده مريض قلب. ما عملتهاش تماما. ده كان حاجه فقيره قوي في كتابه السيناريست. المخرج كريم سعد كويس جدا، تصوير لا بأس به. برضو الحاجة الغريبة جدا في الفيلم ان هو يعني نور خالد النبوي ان هو بيحب بنت لعيبة كورة برضو لعيبة كورة في نادي زد. حاجة سبحان الله يا على الصدف، فكرني بالظبط في الحياة الواقعية بتاعتنا ان لازم المهندس يتجوز مهندسة، الطبيب لازم يحب طبيبة ويتجوزها، الصيدلي وهكذا. حاجة غريبة جدا يعني حكتني صراحة، ده حكتني. برضو هم كانوا عندهم ملعب صغير في الفيلم، فهم عايزين يزودوا ملاعب ويعملوا مشروع ملاعب ليهم، فلجؤوا لفكرة رجال الأعمال اللي احنا بنشوفهم في التلفزيون، مثلا أربعة خمسة بيزنس مان، إن هم يبقى سبورت ليهم ويدعموهم. فدخلوا لهم وودوهم، قالوا لهم خلاص احنا موافقين على البروجكت ده و50 مليون جنيه ليهم، مفيش مشكلة. بعدها برضو كاتب السيناريست اللي هو اياد صالح ما جابليش ايه اللي حصل بعدها، اكنه قفل الموضوع، نام على الموضوع، ولا جابوا بيستلم الفلوس ولا عملوا ملاعب ولا الكلام ده كله. فده في حاجات يعني مفتقدها اللي هو اياد صالح اللي هو كاتب الفيلم. لكن الفيلم بشكل عام لا بأس به، عجبني ان هم كصحاب وحبايب، وحتى لما افتروا واتخانقوا مع بعض ما حدش منهم سكر ولا في سجاير تماما في الفيلم، مفيش شرب السجاير ولا حد يشرب ولا ويسك ولا الكلام ده عياذا بالله. فعجبني ان الفيلم محافظ على هذا الوضعية. المخرج كريم سعد مع اياد صالح عملوا شغل لا بأس به، بس ده كان انتقاداتي. والميزه ان هم ما بيشربوش سجاير، ان هم ما يشربوش خمره، حتى في حاله ان كل واحد تفرق لوحده كصحوبيه وزعلانين من بعض عشان ينسوا الالام، ما ده ما حصلش، فعجبني جدا. لكن الفيلم فيه كذا حاجه انا قلت لكم عليها يا جماعه، ده رايي في الفيلم. ادعموني بسبسكرايب واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.